ازيكم يا حلوين؟ في حاجة مهمة كان لازم احذركم منها لكل الناس اللي بتستخدم الصلصال الحراري، لان لا قدر الله الغلطة دي لو حد عملها حرفيا ممكن تودي بحياته خلال دقايق، او انها تتسبب له في مشكلة تفضل معاه طول العمر. لما بنيجي نخبز الصلصال الحراري في الفرن، سواء كان فرن منفصل او في فرن البيت، لازم نخلي بالنا من حاجة كويس قوي. وطبعا انتم عارفين ان ما ينفعش نخبزه في الميكروويف، فانا دلوقتي هتكلم عن الفرن العادي الغاز او الكهرباء. لازم نركز ونقرا كويس قوي التعليمات اللي مكتوب فيها درجة الحرارة ومدة الخبز، عشان لو زودنا درجة الحرارة او مدة الخبز لا قدر الله الصلصال ممكن يتحرق. هتقولولي طب ايه المشكلة لو اتحرق؟ ما احنا ممكن نرميه وخلاص. لكن الكارثة فعلا ان الصلصال الحراري فيه مادة البي في سي، ودي لما بتتحرق بتتكسر باختصار، بتخرج هيدروكلوريك اسيد او كلوريد الهيدروجين، وده غاز مهيج للجهاز التنفسي وممكن يحرق الرئة لو تم استنشاقه بكمية. وحرفيا لو عن طريق الخطأ حد شمه قبل كده هيعرف قد ايه هو غاز حارق. واللي بيحصل ان بمجرد وصوله للرئة بيسبب فيها تكون سوائل ممكن يودي بحياة الشخص ده لا قدر الله، او يتسبب له في عاهة مستديمة في الرئة تخليه دايما عنده مشكلة. وعلى فكرة شكل الغاز ده بيكون واضح جدا زي الدخان، وهتقدروا تشوفوه اول ما تفتحوا ورق الفويل. وكمان شكل الصلصال الحراري المحروق بيكون واضح جدا ان لونه بيكون بني او رصاصي او اسود. عشان كده يفضل اننا نفتح ورق الفويل في البلكونة واننا نكون لابسين كمامة. وكمان ان احنا نشوف لو في اي ريحة غريبة من بعيد ما نجذبش اصلا ونفتح ورق الفويل. واللي لازم نعمله اننا نتأكد تماما ان كل الفويل مقفول كويس قوي من قبل ما يدخل الفرن، ومفيش ولا ملي من الفويل مفتوح يقدر يخرج اي غازات في حالة ان هو اتحرق. وممكن نأكد عليه بطبقة تانية معكوسة من الفويل، يعني مكان قفلتها هو مكان ظهر الفويل الأولاني، عشان نتأكد تماما ان مفيش اي نوع من التسريب.